ازاي تبطل تاخد المواضيع بشكل شخصي؟ احيانا بيتقال لنا كومنتس او فيدباكس بنبدا ناخدها بشكل شخصي ونفكر فيها ان الشخص ده فعلا قاصد يقول لنا كلام سيء عننا او يوصل لنا رساله مش كويسه عن نفسنا. فخليني اتخيل معاك 3 سيناريوهات لو حد فعلا قال لنا فيدباك او قال لنا كومنت. اول سيناريو ان الشخص قاصد فعلا انه يضايقك وقايل الكلام ده عشان يخليك تحس بمشاعر مش كويسه. تاني سيناريو your inner critic takes over. اولا الانر كريتيك هو الصوت الداخلي الناقد بتاعك، وده الكلام اللي بينك وبين نفسك اللي بيبقى فيه دايما نقد ونقد سلبي لنفسك. يعني مثال، لو حد قالك ان شغلك كويس بس انت محتاج تشتغل على نفسك اكتر، صوتك الداخلي او الانر كريتيك هو اللي بيقولك ان هو قال كده علشان انت مش كويس، انت مش كفاية، انت فعلا شغلك مش حلو. ثالث سيناريو ان انت شخص بيركز على الحاجات السلبية. يعني مثلا لو في يوم 10 قالوا لك كلام كويس عنك بس واحد قال كلام مش كويس عنك او نقدك في شيء معين، فانت بتسيب كل الحاجات دي وتركز مع الحد اللي قالك نقد واحد فيهم بس. وهنا في حاجة اسمها confirmation bias، او ان انت بتدور على حاجة تكونفيرم التروما بتاعتك او تكونفيرم المشاعر السلبية بتاعتك. فانت في الحالة دي انت عندك صورة سلبية عن نفسك وانت عايز تكونفيرم الصورة دي. ففي وسط كل الكلام الكويس اللي بتتقال انت مش بتركز غير مع النقد الواحد او الجملة الواحدة اللي بتكونفيرم الصورة السلبية بتاعتك. طب في الاخر علشان نبطل ناخد الموضوع بشكل شخصي، محتاج ريفلكت، محتاج اشوف الموقف اللي حصل ده بينتمي لأي سيناريو فيهم. هل فعلا الشخص ده قاصد انه يضايقني في وقتها محتاج اسيت باوندريز معاه، ولا ده الانر كريتيك بتاعي وفي الحالة دي محتاجة set boundaries مع الانر كريتيك بتاعي؟ وقت ما احس ان انا بقول كلام سلبي لنفسي اوقف نفسي ان انا اقول الكلام السلبي ده. وتالت حاجة، هل انا فعلا شخص بيركز على الحاجات السلبية بس؟ وفي الحالة دي ان انا محتاج زي ما انا بركز على الحاجات السلبية علشان اطور منها، محتاج اركز برضو على الحاجات الايجابية. فاللي انت عملته بالريفليكشن ده ان انت بتحاول تراشنالايز الموقف، يعني تمنطق الموقف. حلوة تمنطق دي، يعني انت تاخد الموقف بشكل منطقي. بشكل منطقي يعني بناء على الحقائق اللي موجودة قدامك. لان انت لو ما اخدتش الموضوع بناء على الحقائق والموضوع بقى بناء على الترومز والمشاكل القديمة اللي عندك، فكده ان انت معناها ان انت بتاخد الموضوع بشكل شخصي، وده اللي احنا مش عايزين نعمله في هذا الفيديو. واخيرا كالعادة، peace out.